السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة طالعة معاكم كده هنعمل مع بعض الطحينة يا ام ادم تاني ما انت عملتيها في فيديو، بس انا هحضر معاكم في الفيديو دوت. هعمل معاكم الزبادي والطحينة والفول، طبعا عاملاه معاكم قبل كده بس هوريه لكم لما اخلصه. فاهمين قصدي ايه؟ بصوا انا عندي هنا كان كده اقل من النص كيلو بحاجات بسيطة سمسم، اللي هو الفاتح دوت. بصوا فسايباه كده على النار يتحمص لحد ما ياخد لون. عندي العطار وانا بجيب الحاجات بتاعه رمضان جايبه السمسم ده. بصوا هو مش مستوي، هو بيقول لي ان هو فلاحي، سمسم فلاحي، بس طعمه تحفه على فكره. انا ذوقهوني وما كنتش مقتنعه بيه، قال لي طب دوقيه هيطلع احلى من الفاتح، ويعني كل مره هتيجي تطلبي من السمسم دوت. فبصراحه طعمه عجبني جدا. فبعد ما دي بس ياخد لون شويه هروح دلق عليه السمسم دوت وهسيبهم يتحمصوا، عشان انا عايزه ايه، كميه اكبر من المره اللي فاتت اللي انا عملتها. مقادير الطحينه عندي ايه، هو كده هنقيمهم كيلو الا ربع سمسم، تمام كده. وعندي هنا هناخد حوالي 5 معالق دقيق ابيض. دقيق ابيض مش دقيق ذره عشان ما تكلكعش منك، تمام كده. هحمص بقى السمسم ده وارجع لكم تاني. حبايب قلبي كده ابتديت ان انا اهو احمص في معلقتين الدقيق، حبه صغيرين عشان دي المعلقه دي كبيره، تمام كده. هحمص بقى في لون الدقيق ده لحد ما يبقى اللون الذهبي. ما تحطيهوش كده علشان ما تكلكعلكيش الطحينه، لازم الدقيق يتحمص. بصوا ثواني بس كده اوريكم السمسم، اوريكم الحمص. انا عايزه اعمل معاكم والله الطحينه بتاعت الحمص بس مش وقته يعني، عشان ده المتاح عندي دلوقتي. بصوا يا الصينيه اولا عشان يستلس انا حاطه بس كده يتهوى. السمسم سخن جدا ومحوش حراره، فمحدش يحط ايده عليها دلوقتي علشان سخن جدا جدا وممكن يلسعك بجد. السمسم سخن جدا. هفرطه لكم دلوقتي بالمعلقه، مش عارفه يطلع منه دخانه ولا لا. بصوا سخن فعلا، بصوا عامل زي اللب المحمص اهو. حاسبوه وانتوا بتتعاملوا مع الحاجات دي علشان دي من غير اي حاجه. بصوا دي ابتدى ينون ويتحمص. هركن بس السمسم كده يتهوى اهو عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم اول ما معلقتين الدقيق دول ياخدوا لون. بصوا لون الدقيق خلاص اهو، اللون الذهبي. بصوا اهو شايفينه. اهم حاجه ما تخلوش الدقيق ابيض، اللي بيحط الدقيق ابيض اعرفوا ان هتكلكع معاكم في الطحينه وهي مركونه. حتى الدقيق البني دوت لو كلكع هيفرد نفسه على طول لان متحمص. فاهمين قصدي؟ اهو بصوا اهو في فرق طبعا، ان هو الدقيق الابيض اهو ابيض ابيض وده متحمص. بصوا لونه لون الجلد كده، اللون البيج. فاهمين قصدي؟ اهو هنبتدي بقى ايه وهم سخنين كده ناخدهم مع الخلاط بتاعنا الجميل او الانسر ماشين، زي ما يعني قد يكون المسمى يعني مختلف عند اي حد. في ناس بتضربها في الكبه، في ناس بتحطها في الخلاط، في ناس بتحطها في الانسر ماشين، في ناس بتحطه تحطها في العجانه وهي فيها خلاط. براحتكم خالص. بصوا كده انا مش عارفه انتوا سامعيني ولا لا. كده انا بضرب السمسم مع الدقيق، تمام كده. في الكيتشن ماشين الانسر ماشين ده تليفون، محدش يسمع كلامي، حد يسمع كلامي. حبايب قلبي بصوا فضلت اضرب وهو فيهم في الخلاط. اسمه كيتشن ماشين ها، عشان ولادي قعدوا يضحكوا عليا. بصوا اتطحنت كده وهي علشان سخنه، السمسم معديه عشان سخن، فعشان كده عمل لي بصوا اهو زي عجينه الكحك كده متماسكه شويه. فهنعمل ايه هنا بقى اهو، هنحطها تاني على الخلاط. ماشي، هنستخدم كوبايه زيت، كوبايه بحالها زيت، تمام. فهنعمل ايه بقى كده، هنعملها معامله المايونيز او التوميه، اللي هي ايه، الخلاط بتاعي شغال ان انا فاتحه من فوق، وهنزل كده ايه بحبه حبه. مفيش ميه خالص عليها، وكل ما تقولي عايزاها خفيفه بتكتري الزيت، عايزاها خفيفه بتكتري الزيت. يعني كيلو الا ربع السمسم قولي مع معلقتين الدقيق، قولي كيلو كده، كيلو طحينه بياخد كوبايه زيت، تمام كده. افضل اضرب فيها بقى لحد ما كل الحاجات المكونات دي تندمج مع بعضها وارجع لكم تاني. حبايبي بصوا كده خلصتها خلاص اهي. حد هيقول لي ان هي غامقه، جوزي عملتها المره اللي فاتت فاتحه قال لي لا انا عايزها غامقه اهي. بصوا سمكها
اهي ما فيهاش اي حاجه، بس اخدت وقت طويل جدا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ربع ساعه بالظبط الخلاط. تريحي ثانيتين وتشغلي تاني، تريحي ثانيتين وتشغلي تاني، فاهمين قصدي؟ لحد ما بصوا الاسود اللي الشكل هقول لكم دلوقتي السمسم عليه حبه البركه. تمام كده. علشان ايه؟ مش عارفه ليه، مش عارفه ايه يعني ايه الغرض. وانا عندي بطرمانين كده اللي انا كل مره بتوع الطحينه عملتهم، بتوع الطحينه بصراحه حلوين ومريحيني دول بتوع المربى. تمام كده. اول ما خلصت من عندي ما بقتش اشتري اولا مربى، وعملتها معاكم من ساعتها. دي كده البطرمانات دي هحط فيها الطحينه. تمام كده. بحطها كده في باب التلاجة، بس اهم حاجه البطرمان بتاعك يكون مغسول بميه سخنه وناشف خالص، ما فيهوش اي نقطه ميه. هنسمي بسم الله. بصوا الطحينه وهي نازله قوامها عامل ازاي، مفيش اي حته مكلكعه ولا اي حاجه. بصوا اهي قوامها قدامكم اهو اهو. بس كده للبطرمان. كده بقى ايه اهو، فاضل لها بس نقطتين زيت بس من على الوش كده كماده حافظه ليها اهو. الله اكبر. هنزل بقى. بصوا بصوا حتى بصوا في قاع الشفشق، يا رب ما يبقى في حاجه مكتله، وانا عارفه ان ما فيهوش بس انا بوريكم. بصوا اهو ما فيهوش اي حاجه ولا دقيق ولا اي حاجه مكتله. هنزل عشان حرام كل اللي في الشفشق دوت في البطرمان التاني، وارجع لكم اوريهولكم بعد ما اصبه. حبايب قلبي كده خلاص خلصت اهو. فضيت البطرمانين وحطيت على وش البطرمان رشه زيت خفيفه اهي كده. بصوا هي لسه كمان دافيه من الموتور كمان بتاع الخلاط، والضرب ده كله برضو بيسخن الحاجه. وفي نفس الوقت ان انا كنت حطها سخنه برضو، السمسم كان والدقيق مع بعض كان سخن. سمكها حلو جدا جدا. احنا اللي بنحب الطحينه غامقه، معلش عشان منظر ضوافر دي كده. كنت ان انا قاعده بشيل في المانيكير، وقلت ان انا اقوم اصور الفيديو عشان ايه الحق امنتجه لكم ونلحق مع بعض نعمل الوصفات بتاعتنا الجميله. اتمنى ان انتوا يعجبكم الفيديو، واللي مش مشترك في القناه يشترك فيها، فضل وليس امر طبعا. يلا بينا بقى على مكونات ان احنا نعمل الزبادي. الزبادي انا هبعت ان انا دلوقتي اجيب مكوناتها وهنعملها مع بعض وهنظبط الدنيا كلها. فالطحينه كده خلاص تمام كده. شوفوها بقى بعد ما ان هي ما تبرد وسقعها شويه في في التلاجة عفوا. حبايب قلبي كده بقى بعد ما عملنا خلاص الطحينه، بصوا بعد جبت كيلو ونص كده حليب اللي هو البلدي بتاع اللبان. بصوا غليته، وبعد ما غليته بقى يعني ايه يا دوبك بصوا تعرفوا كده تمسكوا الاناء او الحله او اللبانه او كزرول ايا كان اللي انتوا غاليين في اللبن، تعرفوا تحطوا ايدكم كده عليه. تمام كده. اهو عدى منه ساعه بعد غليانه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا عاملين وش قد ايه. الوش ده برضو مش هشيله علشان انا عايزه الزبادي بلدي دسمه، فاهمين قصدي؟ اهو اللي عايز يشيل الوش دوت ويحتفظ بيه حته قشطه كده براحتكم. عندي هنا كيلو ونص. براحتكم خالص على المقادير اللي انتوا عايزين تحطوها. انا هقول لكم المقادير اللي انا عاملاها وان انتوا براحتكم. ده كيلو ونص حليب. واخده معاه كوبايه زبادي اللي هي الخميره بقى بتاعه اللبان اهي بوشها ودسمها مش شايله منها حاجه. وده ايه يا ام ادم؟ هقول لكم ده ايه. ده باكت جيلي فراوله. باكت جيلي فراوله. هتعملي بيه مع الزبادي يا ام ادم؟ اعمل لكم زبادي المحلات اللي هي الفراوله، علشان خاطر ولادي مش بيحبوا اللي هي الساده. تمام كده. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هفضي الحليب الدافي ده، وفي نفس الوقت بسخن الفرن على درجه حراره 200. تمام كده. هيسخن جامد جدا جدا. بعد كده هروح اطفي عليه ونشوف هنعمل مع بعض ايه. فاولا علشان بس ايه ان انتوا ما تروحوش مني، ده كيلو ونص حليب هفضي عليه كوبايه الزبادي دي اهو. كيلو ونص حليب هفضي عليه العلبه بتاعت الزبادي دي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس كده بصوا اهي. هقلبها بقى بالمضرب ده لحد ما بصوا ما اضيع معالم الزبادي بالقشطه وكل حاجه كل الحاجات دي، ما خليهاش مكتله كده عشان الزبادي ما تبقاش مخرزه معايا. وارجع لكم بصوا كده يا حبايبي خلاص. بصوا ضيعت معالم الزبادي والقشطه. معلش الكاميرا اتهزت مني بتاعت التليفون علشان طبعا بقلب بنفسي الشخص ذات الشخص، انا بقلب بايده وماسكه الموبايل بايد، فغصب عني معلش. سامحوني سامحوني. اللي مش مشترك في القناه لا رجاء وليس امر طبعا، وكل سنه وانتم طيبين.
يشترك في القناه، واللي مشترك في القناه ما ينسانيش يحط لي اللايك ويكتب لي منكم كومنت منكم حلو، ويقول لي عايزين تشوفوه مني ايه تاني، او ان انا اعمل لكم انهي وصفه. عايزه منكم تشجيعات، بالله عليك شجعوني، بالله عليكم شجعوني، وما تنسونوش اللايك، ما تنسونوش اللايك، لان اللايك بتاعكم بيرفع الفيديو وبيخلي عدد اكتر الناس ان هي تشوف الفيديو. وانا اهم حاجه عندي ان انتوا تكونوا بتشوفوا الفيديو عندي وتبقوا مستمتعين ان انتوا بتتفرجوا، مش ان انتوا تبقوا مجبرين اني مثلا ام ادم علشان هي مثلا انا عارفاها ولا حاجه فبتفرج. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه ان انتوا تبقوا مستمتعين وانتوا بتتفرجوا على الفيديوهات اللي انا بنزلها. بصوا انا كده اهو خلاص كده، خلاص الزبادي اللي هي الخميره، اللي هي الخميره يعتبر بتاعتي، حطيتها في الكيلو ونص حليب وفضلت اقلب كده لحد ما خلاص كده وديت القشطه والزبادي، ما بقاش اللبن، بصوا مبقاش فيها حته مكتله خالص ولا اي حاجه، لكنه رجع لبن تاني. فاهمين قصدي؟ هفضيه كده في الكاسات اللي هي الكوبايات او البولات الصغننه اللي عندكم زي ما انتم ما تحبوا، اللي هتفضوه في الزبادي. وهنشوف هنعمل الزبادي بالفراوله دي ازاي. وبصوا في نفس ذات الوقت نقع الفول بتاعي بميه سخنه من الكتل. بصوا ميه سخنه من الكتل، علشان انا النهارده كده يوم الثلاث بالليل، الاربع بقى بامر الله بمشيئه الرحمن، يعني ربنا ما يجيب لحد حاجه وحشه، افضل حاطه على نار هاديه من بعد اذان العصر على السحور بالظبط كده، ناكله يكون زبده زبده زبده. فاهمين قصدي؟ يعني انا اللي قصدي ان انا اخر نفسي على الفول للدرجه دي، فمش عايزه اعمله بدري، كده كده انا عاملاه معاكم على القناه اكتر من مره. فاهمين؟ بس كده هبتدي ان انا افضي بقى الزبادي بتاعتي اللي هي الساده في الكوبايات، من غير سكر ومن غير عسل ومن غير اي حاجه. الاضافات بتاعتك دي تقطعي عليها موزه، تحطي شوفان، تحطي عليها سيرلاك بتاع الاطفال لاولادك لو عندك بيبي زي حالاتي كده، ربنا يبارك في اولادنا كلنا يا رب. عايزه تحطيها مع اي تتبيله الكلام ده كله، فيستحسن ان يكون من غير سكر وبمزاجك انت بقى وانت جايه تاكليها. حبايب قلبي كده خلاص خلصت اهو. بصوا الكميه بتاعت الزبادي فضيتها في الايه، في المجات بتاعتي الجميله دي. تمام كده. هرجع لكم تاني للبوتاجاز. الحليب الباقي بصوا اللهم بارك، احط فيه البتاع دوت الجيلي الفراوله، وهنبتدي تقلب كويس جدا جدا لحد ما يدوب. فهخلطه، هفضيه وهرجع لكم تاني. حبايب قلبي كده خلاص فضيت كيس الجيلي اهو الفراوله. خدت منهم حبه لبن، حسيت ان علشان احنا مش بناكل الزبادي الفراوله انا وباباهم، فاهمين قصدي؟ جزء مننا كده وجزء مننا كده، فعملت لهم الزبادي اهي بالفراوله. دقت اللي على السكر علشان طبعا تتسكر بالمره، لقيتها مش محتاجه اي حاجه، اي اضافات، اللهم بارك. عندك فراوله تقدري اللي هي المربى الفراوله تقدري تعمليها بالفراوله، بس يستحسن لو عايزه ان هي زي اللي بتتجاب من بره، هي الزبادي دي بالظبط بالظبط بالظبط. تمام كده خلاص بقى هفضيها في الكاسات زي ما انا ما فضيت اللي هي الساده، وارجع اوريكم الكميه عملت قد ايه. اللهم بارك يا حبايبي كده. بصوا عامله معايا اهي حوالي 6 كوبايات اهي، مش حوالي 6 كوبايات محترمين وكبار زبادي ساده، و4 على قد ولادي زبادي فراوله اهو. كترتها على فكره علشان اللي ياخد الكوبايه يكملها للاخر، ومش مش بحب بصراحه النظام الانصاص والحبه الصغيرين دول كده. اللهم بارك. دول كيلو ونص، كيلو ونص. وعلبه الزبادي اللبن على فكره ب 22 جنيه صح؟ 22 ب 24 وعلبة الزبادي ب7 جنيه، ب7 جنيه. فاحسبوها انتوا بقى كده. لما كل يوم ان انتوا تجيبوا بقى علبة زبادي، حتى لو ان انتوا التكلفة هي بس حاجة نظيفة، حاجة نظيفة. وكمان بتاع دوت ان احنا بنتعلم وحاجتنا في البيت. وبصوا سر الزبادي الفراولة دي كده ان هي مظبوبة. بصوا بقى هتعملوا ايه، سخنتوا الفرن على درجة حرارة عالية جدا اللي هي 200، او لو ما عندكيش الارقام بتسخني الفرن على الاخر خالص. وبعد كده بعد ما تحطي ايديكي فيه وتقدري ان انت تحطي ايديكي فيه في الفرن كده، يعني درجه حرارته تقدري تستحمليها، تطفي على الفرن. وبعد كده تجيبي الميه السخنه عندك، لا من الكتل لا من اي حته، تفضيها بس حبيبتي،
تفضيها من الصينيه، نص الصينيه كده ميه سخنه، وتبتدي الكاسات بتاعتك الجميله دي كلها تجمعيها في الصينيه، وتسيبيها. لو انت عاملاها من بالليل تاكليها الصبح، تاكلي منها الصبح، تمام. او ترصيها في التلاجة الصبح وتتسحروا منها. عملتيها الصبح تاكلي منها بالليل، فاهمين قصدي؟ يعني لو كنت عملت الزبادي بتاعتي دي كده، كانت ان هي تبقى زبادي جميله، بالليل اكل منها للسحور. فانا عايزه انجز، فاهمين قصدي؟ عايزه انجز بقى عشان اعمل حاجات تانية والفيديو بتاعي ما يطولش عليكم. فخليكم بقى معانا كده. عملت معاكم الزبادي وهوريها لكم اول ما تطلع بقى من الفرن وتتماسك، هوريها لكم. حبايب قلبي كده خلاص ابتديت ان انا احط الفول اهو على النار، اللي هو ايه عباره عن ايه، مع انه انا عاملاه معاكم كذا مره، بس ايه علشان بس اللي مش عايز يروح للفيديو. وهحط لكم على فكره لينك الفيديو بتاع الفول دوت في اول تعليق مثبت، ان هو دوت قد ايه. الفوله دي بتشيل كيلو ونص، تمام. انا عامله ايه، حاطه نص كيلو فول اللي هو التدميس، فول التدميس الفاتحه مش الغامقه. حاطه عليها نص مج بتاع الشاي العادي فول مدشوش اللي هو بتاع البصاره، ونص مج برضو زيه هو عدس اصفر، وليمونه، وحبه كركم، وحبه عصفر. العصفر ده تركتي انا، تركتي دي انا ما حدش عاملها على اليوتيوب خالص. فالعصفر ده من اقتراحي انا واختراعي انا. الفوله بتفضل في القدره لحد اخر كده. كده هنعمل السحور كل يوم مع بعض والكلام ده كله، وهتشوفوا شكل الفول. انا ما بطلعوش من القدره على فكره، يعني مش بعمله في القدره واحطه في اكياس للفريزر. اللي عايز يعمل كده ما فيش مشكله، بس انا بسيبه في الفواله او في القدره، فاهمين قصدي؟ اهو كده خلاص. بس اهم حاجه ان انتوا بعد ما كل ده ما تحطوا، حطوا الليمونه مش مقسومه ولا مفتوحه عشان ما تمرر لكمش الفول، مقفوله زي ما هي. والميه تحطوا على الفول ميه سخنه، ما تحطوش ميه من الحنفيه عشان برضو ما تسود لكمش الفول. وسير في امان الله. نشوفك ان شاء الله بالليل بامر الله. طبعا النار العاليه دي مش هتفضل كده، بصوا بقى اهي زي السهره بالظبط. اللي عندها اللي هي العيون، العين اللي هي بتاعت الكهرباء دي اللي هي عين واحده، تقدري تعمليه وتسيبيه. بس بصراحه انا كل شويه بتابعه ومسخنه له كتل ميه سخنه، فكل شويه. لو عندك اللي هي البتاعه بتاعت القهوه دي، اللي هي مش الصغننه، مش السبترايه ولا اسمها ايه، مش بعرف اقولها، اللي هي بتاعت الفيشه دي، تقدري ان انت تحطي عليها الفواله وتسيبيها لحد بالليل عادي، ما فيش مشكله. بس هيجيلك كهرباء كتير، ماشي؟ فنصيحه خليها زي ما هي كده على نار هاديه خالص اهي على البوتاجاز، مش هتقول لا. ونشوف ان شاء الله بالليل بامر الله، نشوفه بالليل احلى فول وهوريه لكم. ومش هيكون ان هو اللي هو الفولايه السليمه دي على فكره بتتعب، مش بتبقى لطيفه. يعني بيبقى الفول بالنسبه ده ان هو ده فول مطاعم، ما بيبقاش لسه استوى. اللي بيحبه زي فول العلب يقفل عليه هو لما تبقى فولايه، فاهمين قصدي؟ وعايزين تضربوه بالهاند بلندر براحتكم، بس انا بسيبها لحد ما تتهري خالص ويبقى فول زي الزبده بامانه. فخليكم بقى معايا. هنحضر ايه دلوقتي؟ هوريكم هنحضر ايه علشان كل حاجه تبقى سهله علينا بمشيئه الرحمن. انا النهارده الاربع يعني بالليل وهنتسحر، فاهمين قصدي؟ فهضطر ان انا اروح اعمل ايه دلوقتي بقى. هجيب حاجه المحشي واقور الخضار واظبط الدنيا. دكر البط بتاعي الجميل حطاه على الحوض عشان اغسله، تمام كده. هوريكم كل حاجه وهنبقى مع بعض لحظه بلحظه، فخليكم معايا ونشوف هنعمل مع بعض ايه. حبايب قلبي بصوا كده الزبادي اهي طلعتها من الفرن. بيتها طبعا من بالليل لحد الصبح اهي. بصوا الوش بتاعها حلو، بس طبعا عشان ما اكذبش عليكم لازم تجمد في التلاجة، لازم. بصوا اللي هي ام فراوله، بصوا جامده ازاي وجميله اهي، بس لازم تجمد، لازم تجمد. بصوا اهي جامده، بس لازم ان هي ايه تتحط في التلاجة، فاهمين قصدي؟ هنرصها بقى زي ما هي كده، هحطها لكم في التلاجة وارجع بقى عند السحور وانا بظبط السحور معاكم. هوريها لكم. حبايب قلبي بصوا كده خلصت اهو. الفول يعتبر خلاص بيخلص اهو. بصوا الجمال، الريحه ولا اروع بجد والله اهي. بصوا اللي عايز يقفل عليه في المرحله دي هو استوى. بصوا اهو دايب دوب. اللي عايز يقفل عليه في المرحله دي يقفل، فاهمين قصدي؟ بصوا اهي اهو كده الفوله ايه استوت وكل حاجه.
بس انا هسيبه برضو شوية كمان. ده الجزر اللي انا قلت لكم عليه. تمام كده. كل الحاجات الاضافات اللي احنا بنحطها دي زي الليمونة زي الجزرة، اللي عايز بعد كده يشيلها يشيلها. فاهمين قصدي؟ بس كده. بصوا الفول اهو، بصوا اهو استوى. بس كده هنزل لكم بقى الفيديو دلوقتي علشان تاخدوا منه افكار، وبنفكر بعض بكل ايه ما ان احنا عايزين نعمله مع بعض بنعمله مع بعض، ما فيش اي مشكلة. فول عملنا مع بعض، الزبادي عملنا مع بعض، الطحينة، كل ده نزل لكم ان شاء الله بامر الله. الفيديو النهاردة يوم الاربعاء، يوم الاربعاء. تمام كده. يلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه بقى في الفيديو التاني. تمام كده. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر والصحة والستر وفك الكرب. اللهم امين يا رب العالمين. كله ينزل ويكتب امين يا رب العالمين في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أمة الإسلامية كلها يا رب طيبة وبألف صحة وبألف خير. اللهم امين يا رب العالمين.